حامض، واحد المزيودات غنزين بهم من الفوق، وشويه ديال المعدنوس. المره ان شاء الله نعطيكم الطريقه. المقله ديالنا من بعد ما سخنات انا غادي ندير فيها شويه ديال الزيت. غندير هاد البصله وهاد الحبه المطيشه، وغنخليهم حتى ينزلوا. المطيشه ديالي هي هبطات، هي وداك البصيله. راني زدت عليهم واحد جوج دراسات ديال الثومه. غنزيد هاد الجناوح ديال الدجاج ونخليهم يتقلاو. من بعد ما تقلاو غنضيف لهم هاد الفلفل وغنزيد هاد الزلافه ديال الروز. كتشرب داك الزويته ديال المقله، وعاد غنرويوها بشويه ديال الماء. غنضيف جوج زلايف ديال الماء طايب. عندنا زلافه ديال الروز غنديروا لها جوج زلايف ديال الماء. غنضيف عليها زلافه ديال الجلبانه. غنضيف دابا التوابل. هاد الملحه، وهاد الدويمات ديال الزعفران، من بعد ما ضفت التوابل وضفت هذاك الدويمات ديال الزعفران، دابا ان شاء الله غنخليوها طيب. منين غيوقف الروز ديالنا يبدا يدخلوا الطياب غنضيفوا المكونات الاخرى. الطايله ديالي ها هي كما كتشوفوا قربت الطيب. غنضيف ليها المكونات، غنزيد هذا المعدنوس، الا باقي خاصها الماء زيدوها شويه ديال الماء حتى يبان لكم الروز طاب. نزيدوا الفلافل، وغنزيد هاد الكروفيت. كما قلت لكم راه ماشي بالضروره ديروا بزاف، القياس اللي نتسم لكم الروز. غندير هاد الحامض، ونردو عليها طيب. الطبق ديال البايله ديالي من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل هذا. جنيوحات ديال الدجاج راني حيدتهم درتهم في الفران خداو شويه لا كولور، وزوقت بشي طريفات ديال الحامض من الفوق. نتمنى هذا الطبق يعجبكم، فهو طبق في المتناول، جربوه ما غاديش تندموا عليه، كيجي لذيذ بزاف. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوه مع الاصدقاء ديالكم وبارطاجيوه، واشتركوا معايا في القناه ودعموني من اجل الاستمراريه. وشكرا لكم، السلام عليكم.